اهلا بيكم طلاب تانية اعدادي. النهاردة هنراجع اهم الاسئلة على الوحدة التانية. نبدأ باول سؤال: اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة. تمتص طبقة الاوزون الاشعة فوق البنفسجية نقط بنسبة 100%. تمتصه بنسبة 100% يعني ايه؟ يعني لا تسمح بنفاذه بنسبة 100%. دي كانت الأشعة الإيه؟ دي كانت الأشعة فوق البنفسجية البعيدة. تمام. السؤال الثاني: كل مما يأتي من الغازات الدفيئة عدا CH4 من الغازات الدفيئة، CO2 من الغازات الدفيئة، H2O اللي هو بخار الماء من الغازات الدفيئة، ما عدا إيه؟ ما عدا الأكسجين. السؤال الثالث عندي: يستخدم جهاز نقط لتحديد ارتفاع تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجوي. ايه الجهاز اللي كنا بنستخدمه عشان نحدد ارتفاع تحليق الطائرات؟ ده طبعا كان جهاز الالتيميتر. السؤال الرابع عندي: تحلق الطائرات في الجزء السفلي من التروبوسفير؟ لا. الستراتوسفير؟ ايوه، الطائرات كانت تحلق في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير. طب كنا بنقول اشمعنى طبقة الستراتوسفير؟ ليه الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير؟ قلنا لأنه هو خالي من الغيوم والاضطرابات الجوية ومناسب لتحليق الطائرات، مفيش غيوم ولا اضطرابات جوية، عشان كده الطائرات بتحلق في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير. السؤال اللي بعد كده بيقول له: اذكر الرقم الدال على كل مما يلي. ارتفاع الغلاف الجوي. احنا اتفقنا مع بعض ان ارتفاع الغلاف الجوي 1000 كيلو متر فوق سطح البحر. تمام. السؤال التاني: درجة الحرارة عند نهاية طبقة التروبوسفير كانت بتبقى بكام؟ كانت بتبقى بسالب 60 درجة مئوية. سالب 60 درجة مئوية. السؤال اللي بعد كده: ما النتائج المترتبة على الإسراف في استخدام غاز بروميد الميثايل كمبيد حشري؟ زيادة تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة الحرارة. السؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي؟ أول حاجة انصهار جليد القطبين. طب ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى اختفاء بعض المناطق الساحلية وانقراض بعض الحيوانات القطبية. وإيه اللي بيحصل كمان؟ حدوث تغيرات مناخية حادة. دي بتؤدي لي إلى تكرار حدوث الأعاصير الاستوائية والفيضانات المدمرة، موجات الجفاف وحرائق الغابات. السؤال اللي بعد كده: صوب ما تحته خط. الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر حراري؟ لا طبعا، الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر كيميائي. السؤال الثاني: تنتج الهالونات من احتراق وقود الطائرات الأسرع من الصوت؟ لا، اللي كان بتنتجه الطائرات الأسرع من الصوت كانت بتنتج أكاسيد نيتروجين.
أكاسيد النيتروجين. وليس الهالونات. السؤال الثالث: إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل 31 درجة مئوية وعند قمته -8، فإن ارتفاع الجبل يكون حوالي 4 كيلومتر. لازم أحسب الارتفاع. طب الارتفاع عندي كان بيساوي كام؟ الارتفاع كان بيساوي مقدار التغير على 6.5. عشان أجيب مقدار التغير في درجة الحرارة، هطرح 31 اللي هي درجة الحرارة عند السفح ناقص درجة الحرارة عند القمة ناقص -8. هتطلع لي بكام؟ هتطلع لي ب39 درجة مئوية. يبقى الارتفاع هيساوي 39 على 6.5، هيطلع لي ب6 كيلو متر. يبقى الإجابة عندي هنا هتبقى 6 كيلو متر مش 4. السؤال اللي بعد كده: ما المقصود بظاهرة الشفق القطبي؟ الشفق القطبي اللي هي الأورورا دي عبارة عن ستائر ضوئية ملونة ترى من القطبين الشمالي والجنوبي. بعد كده ثقب الأوزون هو تآكل في طبقة الأوزون فوق منطقة ايه؟ القطب الجنوبي للأرض. يبقى لما يقول لي ما المقصود بثقب الأوزون: تآكل في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي للأرض. السؤال اللي بعد كده عندي مديني شكل وبيقول لي من الشكل المقابل: ما سبب ارتفاع درجة الحرارة في الزجاجة 2 عن الزجاجة 1؟ نشوف. الزجاجة 1 دي هلاقي ان فيها ماء ومحطوط لي ترمومتر والزجاجة معرضة للشمس. انما الزجاجة رقم 2 محطوط لي خل زائد بيكربونات صوديوم اللي هو NaHCO3. هلاحظ عندي ان في الزجاجة التانية حصل تفاعل بين الخل وبيكربونات الصوديوم ادى الى فقاعات من غاز CO2 ثاني اكسيد الكربون. واحنا اتفقنا ان ثاني اكسيد الكربون دوا يعد من الغازات الدفيئة. يبقى سبب ارتفاع درجة حرارة الزجاجة 2 هو ارتفاع غاز CO2. طب ما اسم الظاهرة التي تعبر عن هذه التجربة عن أحد أسبابها؟ تمام، الظاهرة دي ظاهرة الاحترار العالمي. أسبابها إيه؟ الاحتباس الحراري.
السؤال اللي بعد كده عندي اذكر أهمية واحدة لكل من الفريونات. طبعا الفريونات دي مادة دافعة للأيروسولات، وتستخدم كمادة مبردة في أجهزة التبريد. احنا نكتب مادة دافعة لرذاذ الأيروسولات، مادة دافعة. تمام. طب طبقة الأوزون، طبقة الأوزون دي درع واقي لحماية. يبقى أهمية طبقة الأوزون عندي إن هي درع واقي لحماية الكائنات الحية من الآثار الكيميائية الضارة للأشعة فوق البنفسجية. تمام. أذكر أهمية واحدة لطبقة الإكسوسفير، تسبح فيها الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية. تمام. السؤال اللي بعد كده، علل لما يأتي التزايد المستمر في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. ده كان بسبب ايه؟ بسبب التزايد المستمر في قطع الأشجار. من عند الأشجار هي اللي بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون لتقوم بعملية البناء الضوئي، فقطع الأشجار وحرق الأشجار يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون. وإيه كمان؟ وحرق الوقود الحفري اللي هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي، كل ده بنسميه وقود حفري. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ظهور جليد عند قمة جبل ارتفاعه 4 كيلومتر عندما تكون درجة الحرارة عند سفحه 26 درجة مئوية، وطالب مني وبيقول لي علل. تمام. أول حاجة لازم أعرف درجة الحرارة عند قمة الجبل. درجة الحرارة عند القمة كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي درجة الحرارة عند السفح، درجة السفح ناقص مقدار الانخفاض في درجة الحرارة، مقدار الانخفاض في درجة الحرارة. تمام. أنا عندي درجة حرارة السفح اللي هي 26 درجة مئوية، ما عنديش مقدار الانخفاض. القانون بتاع مقدار الانخفاض كان بيساوي مقدار الانخفاض يساوي الارتفاع من سطح البحر في 6.5. الارتفاع عندي بكام؟ ب4 في 6.5، هتطلع لي بكام؟ هتطلع لي ب26 درجة مئوية. أعوض في القانون الأول اللي هو درجة الحرارة عند القمة هتساوي درجة الحرارة عند السفح 26 درجة مئوية. طب درجة الحرارة مقدار الانخفاض في درجة الحرارة ب26 درجة مئوية برضو، إذا درجة الحرارة عند القمة هتساوي 0 درجة مئوية، تساوي 0 درجة مئوية. يبقى هو كان بيسألني هنا ليه هيظهر جليد؟ لأن درجة الحرارة عند القمة هتساوي 0 درجة مئوية. ده اللي أدى إلى ظهور
الجليد. السؤال اللي بعد كده، من الشكل المقابل أكمل. قيمة الضغط الجوي تكون أقل ما يمكن عند النقطة، ومديني شكل في عندي جبل وعندي منخفض. بيقول لي قيمة الضغط الجوي تكون أقل ما يمكن عند النقطة B طبعا. طب ده ليه؟ بسبب النقص في طول عمود الهواء. شوف المقارنة بين العمود الهواء عند النقطة C والنقطة B، بسبب النقص في طول عمود الهواء أو وزن عمود الهواء. تمام. درجة الحرارة عند النقطة نقط أكبر من درجة الحرارة عند سطح البحر. هو فين سطح البحر؟ ده سطح البحر. تمام. أنا كل ما برتفع 1 كيلومتر درجة الحرارة بتقل 6.5 درجة مئوية. طب لما بنزل تحت درجة الحرارة بتزيد. يبقى النقطة C هتكون درجة حرارتها أكبر من درجة الحرارة عند سطح البحر. السؤال اللي بعد كده، احسب النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في إحدى المناطق، علما بأن درجة الأوزون فيها 30 دبسون. تمام. أنا في المسائل زي كده أول حاجة لازم أجيبها درجة تآكل الأوزون في هذه المنطقة. درجة تآكل الأوزون كانت بتساوي إيه؟ درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 ناقص درجة الأوزون في المنطقة ب30، هتطلع لي 270 دبسون. يبقى درجة تآكل الأوزون في المنطقة 270 دبسون. عشان أجيب النسبة المئوية هعمل ايه؟ هقول 270 اللي هي درجة تآكل الأوزون في المنطقة على درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 في 100، هتطلع لي بكام؟ هتطلع لي ب90%. دي النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في المنطقة. السؤال اللي بعد كده، اكتب المعادلات الرمزية الموزونة التي تعبر عن دور الأشعة فوق البنفسجية اللي هي اليو في تكوين غاز الأوزون. أول حاجة بتعملها لي اليو في الأشعة فوق البنفسجية إن هي بتكسر لي جزيء الأكسجين إلى ذرتين أكسجين حرتين. تمام. بتتحد ذرة الأكسجين الحرة مع جزيء أكسجين وبيكون لي O2 زائد O بتكون لي O3. دي المعادلتين اللي بيمثلوا لي دور الأشعة فوق البنفسجية في تكوين غاز الأوزون. O3 ده اللي هو غاز الأوزون. السؤال اللي بعد كده، إلى من تنسب كل من الأعمال الآتية؟ اكتشاف وجود حزامان مغناطيسيان يحيطان بكوكب الأرض، طبعا ده فان ألين. تقدير درجة الأوزون الطبيعية، ده دوبسون، العالم دوبسون. آخر سؤال عندنا النهاردة بيقول
الشكل المقابل يعبر عن التغيرات الحادثة في طبقات الغلاف الجوي. اذكر الرقم الدال على الطبقة الأعلى في درجة الحرارة، الأقل في درجة الحرارة. أول حاجة من غير ما أبص في الرسمة، الأعلى في درجة الحرارة على طول دي طبقة الثرموسفير، والأقل في درجة الحرارة دي طبقة الميزوسفير. طب عشان أبقى عارفها على الرسم، أين توجد الميزوسفير؟ الميزوسفير اللي هي رقم 2. طب الثرموسفير؟ الثرموسفير اللي هي رقم 1. ده موضوعهم على الرسم. وبكده نكون انتهينا من حصتنا النهاردة. أتمنى تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية.